4 على الأقل من طاقمها. قوات الأمن قامت بحظر الدخول إلى مكان الحادث هنا في منطقة لوزير. الطائرة العسكرية الجزائرية تحطمت عشية يوم الجمعة، ما تسبب في حريق هائل. 6 أشخاص كانوا على متنها. لسوء الحظ إلى حد الآن لم نتمكن من العثور على أحياء، إلا أن الحريق تمت السيطرة عليه. من السابق لأوانه أن نتكهن بفرضية حول أسباب الحادث. التحقيق سيحدد ذلك. سقوط الطائرة أحدث دويا تمكن العديد من السكان من سماعه. سمعنا صوت الطائرة وهي تحلق فوق المنطقة. أدركنا أنها تعاني من بعض المشاكل فخرجنا. عندها شاهدنا سقوطها وانبعاث دخان كثيف منها. وزارة الدفاع الجزائرية أفادت بأن الطائرة تابعة للقوات الجوية كانت في مهمة لنقل تجهيزات لفائدة بنك الجزائر.